ما هو لو اللي بيتكلم مجنون فالمستمع عاقل. هتقولي ليه، في ايه؟ هقول لك استنى بس اسلم عليكم الاول. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اهلا بيكم في حلقه جديده من هاتها في الشبكه مع حمراوي. قبل ما ابدا معاكم اتمنى ان انتوا تعجبكم الحلقه ان شاء الله، وتدعمونا باللايك والشير والسبسكرايب، وفعلوا زر الجرس ان شاء الله. وبسم الله الرحمن الرحيم. طبعا كلنا عارفين ان بعد لقاء القمة ما بين الاهلي والزمالك حصل بلاوي كتير ومشاكل كتير. طبعا المستشار مرتضى منصور طلع قال لك ان احنا عايزين نعمل اجتماع عاجل، وكان هيبقى الاجتماع في نفس اليوم، بعدها اجله تاني يوم. هنتكلم في تفاصيل الاجتماع، بس قبل ما اتكلم على التفاصيل انا كنت عايز اتكلم على حاجة مهمة جدا جدا. كل الناس بدأت تتكلم على اللي كهربا عمله بعد الماتش مع الجماهير والهتافات بتاعته. بدأ يتكلم الاجتماع بتاع مرتضى منصور وي وي وي، وسابوا اللي حصل من اول الماتش خالص اللي كل الناس شافته، والحاجة والفيديو اللي احنا شفناه كلنا بتاع شيكابالا. شيكابالا نزل وقت التسخين، آه، كل فريق بيسخن في نص الملعب بتاعه عند الجماهير بتاعته. راح جاي سايب اللعيبه بتاعته، سايب نص الملعب بتاعه، رايح عند جماهير الاهلي. فين؟ عند ال 18. راح يسخن عند ال 18 ما بين لعيبه الاهلي قدام الجماهير بتاعه النادي الاهلي. طب انت بتعمل ايه؟ ما احنا عارفين في عرف الكوره ان اللي انت بتعمله ده حركه استفزازيه للناس. انت كده عايز، انت عارف ان انت لما تعمل كده الناس هتشتمك، فانت قاصد ان انت تروح عشان كده. طب انت اللي انت بتعمله ده انت مش عارف انت نتيجته ايه؟ طب ما انت عارف ان انت لو عملت كده ان انت كده انت اللي بتحن الجماهير، وده اللي حصل فعلا. انت جيت وقفت هنا، فطبعا بدات جماهير النادي الاهلي تشتمك، فراح بدات جماهير نادي الزمالك تروح رد على جماهير الاهلي وتشتم، وهو راح. وانت بقى حتى كمان ما تهديش دي، لا ده انت بتزود وتروح لجماهير الزمالك وهات يلا وزودوا وعلوا صوتكم ويلا كمان. انت بتعمل ايه؟ يعني انا عايز ان جماهير الزمالك اللي موجوده في الاستاد، بالرغم ان هي طبعا بتشجع الفريق بتاعها وبتحاول ان هي تدافع عن اللعيبه بتاعتها، بس من جواها انا متاكد ان هي مش قابله اللي بيحصل ده. خلاص بداوا يشمئزوا من اللي بيحصل. من كل ماتش بينزل مع عند ماتش النادي الاهلي لازم يعمل حركه استفزازيه عشان يخلي الناس تشتمه، او يعمل اللقطه زي ما بيقولوا. فخلاص الجماهير فهمت الموضوع ده، فجماهير الزمالك نفسها متضايقه، وحتى اللعيبه بدا يبقى فيه حاجات تضايقها من الموضوع ده. وبدانا في اخبار كتير اتقالت عن ان بقى في مشاكل بسبب في غرفه اللبس بسبب شيكابالا. فيا ريت انت خلاص في اخر ايامك حاول تبقى حتى يعني ممكن تبص على عبد الشافي. عبد الشافي من اول ما بدأ لحد النهارده جمهور الاهلي قبل الزمالك بيحترموه وبيحبوه وبيدعموه كمان. فانت ليه ما اشمعنى عبد الشافي بيعملوا معاه كده، واشمعنى انت بيحصل معاك كده؟ لازم تفكر في الموضوع ده، عشان الموضوع فعلا فعلا بقى رخم. ده كان اول موضوع كان لازم اتكلم معاكم فيه قبل ما ابدا اي حاجه، لان ده ما حدش في الاعلام اتكلم عليه خالص، ما حدش قال عليه اي حاجه. مش طبيعي يعني. نبدا نتكلم على الاجتماع اللي حصل. مرتضى منصور عمل اجتماع تاني يوم بعد الماتش. مش هتكلم طبعا عن تفاصيل لان هو كان كتير قوي، هقول ملخص بس سريع على اللي حصل. اول حاجه قال لك الاستقاله بتاعت امير مرتضى منصور احنا اترفضت من الاغلبيه او من الجميع عموما، عملوا تصويت ورفضوا الاستقالة، فهو مكمل في منصبه عادي مفيش اي مشكلة. هنتكلم بقى على فريرا. قال لك ان احنا قرار بتاع فريرا هنعلن عنه بعد ماتش فاركو، يعني بعد 3 ماتشات من دلوقتي. احنا عارفين الزمالك هيلاعب غزل المحله بكره ان شاء الله في المحله، وبعدها هيلاعب فيوتشر، وبعد كده هيلاعب فاركو. فقال لك ان القرار هيتاخد بعد ماتش فاركو. آه، وقال لك التصويت 9-1. ف 99.9 فريرا مش هيكمل مع الزمالك، بس هم تقريبا عشان الوقت ده حرج جدا فهم قالوا يستنوا عليه شويه لغايه ما يشوفوا هم يعملوا ايه، او يبداوا يتفاوضوا مع مدرب جديد. الله اعلم، لسه هنشوف الاخبار اللي جايه ماشيه ازاي. ده تاني حاجه. تالت حاجه قال لك ان طبعا بقى بيبدا يرمي كل حاجه على فريرا. فقال لك ان كل التدعيمات اللي عملناها في الصيف اللي فات كان اختيار فريرا. سامسون ده كان اختيار فريرا، ابراهيم نضاي،
مش عارف مين ومين مين، بدأ يشتم في فريرة. انت ما بتسمعش كلام حد، واللي في دماغك انت بتعاند نفسك. انت محدش بيتكلم معاك من ساعة ما جيت، وخدت صلاحات محدش خدها في التاريخ. وطبعا بدأ يرمي الكلام على فريرة عشان يقول لك انا ما بتدخلش في الكوره من ساعه ما من ساعه ما فريرة جه تاني. بعد كده راح يتكلم على كهربا وقال لك اصل كهربا بعد اللقاء قعد يقول مش عارف ايه، وبيتعدى، انت بتتعدى علينا احنا، وبدأ يقل ادبه ويقول كلام ما يصحش يتقال. فطبعا راح وقال لك انا رفعت شكوى ضد كهربا، وان ان هو انا مستني ان هو يتوقف، بس ما اعتقدش ان هو يتوقف، لان في مصدر من لجنة الانضباط طلعت وقالت ان الفيديو اللي هو دليل على اللي كهربا تلفظ يعني او قال كلام مش على الزمالك او على المستشار مرتضى منصور، ما حصلش. ان هو بيقولوا ان ده كله في الاول وفي الاخر حاجه على حسب النيه، يعني هو ما قالش حاجه مباشره لاي ما وجهش توجيه مباشر لاي حد. فقال لك ان ما اخرها ممكن تبقى غرامه ماليه بسيطه، لكن مش هتوصل للايقاف. وبعد كده طبعا بعد الاجتماع ده النادي الاهلي راح مقدم 3 بلاغات في مرتضى منصور للتعدي اللي هو عمله، تجاوزات، لان هو تجاوز بطريقه مش طبيعيه كالعاده. فعملوا برضو وراح لجنه الانضباط ولسه بيشوفوا فيه، وده اللي انا متوقع ان هيبقى فيه ايقاف. بس طبعا انتوا عارفين ايقاف مع مش هيحصل يعني. دي الاخبار اللي كانت مهمه قوي اليومين دول اللي حصلت، لان هو من ساعه الماتش والدنيا مقلوبه بين الاهلي والزمالك والاجتماعات والحاجات اللي حصلت. نيجي بقى المنتخب اليد اللي مشرفنا ومعلي طموحاتنا لاقصى درجه، وفعلا فخورين جدا 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 بالاداء والجرينتا اللي هم مقدمينها، بجد حاجه فوق الخيال. بس قبل ما اتكلم على اللي بيعملوه في كاس العالم، انا عايز اتكلم على اتحاد كره اليد. ليه اتحاد الكرة كرة القدم ما بيتعلمش؟ ليه ما بيشوفش الأداء واللي بيحصل هنا ويشوف هما بيعملوا ايه ويحاولوا يعملوا زيهم؟ ده أكبر دليل إن احنا عندنا في مصر ممكن نوصل. يا جماعة احنا ممكن نوصل، بس فساد. ده لا يدل غير على إن في فساد. فلحد امتى هنفضل في الفساد ده؟ لحد امتى الكرة هتفضل تنزل تنزل تنزل؟ لازم نبدأ نغير مفهومنا. زي ما قلنا لكم ان احنا جايين احنا بنتكلم على دي، ودي هنفضل كل حلقة نتكلم عليها، ان احنا عايزين نطور الكرة المصرية. يا جماعة ايه مصرية؟ الكرة المصرية. فلازم لازم لازم نتكلم في كل حلقة على كل حاجة بتحصل. يا جماعة اتعلموا اكبروا، بطلوا فساد. لازم تهتموا بالمنظومة اكتر من اي حاجة شخصية. ده من الاسباب اللي هتخلينا ممكن نبدا نطلع لفوق. احنا نزلنا مستوياتنا بقت اقل من ايه؟ من العراق، اللي احنا كنا نقول احنا احسن من العراق، خلينا كده. مش دلوقتي العراق انتوا شفتوا الاستاد بقى عامل ازاي؟ الاستاد كان مليان على اخره. احنا في ماتش القمه، ماتش الاهلي والزمالك، اللي هو اقوى ماتش ديربي في افريقيا، يحصل فيه يبقى الجماهير فيه بالاعداد دي؟ ازاي يا جماعه؟ ازاي؟ لازم نفوق، لازم نفوق. بس هنيجي نتكلم على منتخب اليد اللي بجد بجد احنا شايف رجاله رجاله بمعنى الكلمه. هم دايما اللي بيفرحونا، وهم دايما اللي بيورونا اداء ما نتوقعهوش. بالرغم ان احنا النهارده خسرنا من الدنمارك، بس باداء مشرف جدا جدا جدا. يا جماعه عندهم جون مش طبيعي، انتوا مش متخيل، جون خرافي. طبعا هو احنا عارفين ان هو احسن جون في العالم، والدنمارك اصلا هي اللي واخده كاس العالم لليد في 2021. فاحنا برضو مش بنلعب اي منتخب يعني. بس كان الاداء مشرف يعني. احنا الشوط الثاني خرج تعادل. هو كان المشكله كلها في اول 5 دقايق في الشوط الاول او اول 10 دقايق، هو اللي كان المنتخب تحس ان لسه ما دخلوش الاجواء الماتش. وحصل الفرق بتاع 5 بوند او 7 بوند. فطبعا كان الموضوع بقى صعب جدا. بس فضلوا ماسكين نفسهم، وبدأوا يقللوا الفرق ما بين المنتخبين في الأهداف، لحد ما الماتش خلص بفرق 5 بونت بس. بالرغم من الخسارة احنا متأهلين، لأننا كسبانين الماتشين اللي قبليهم، فاحنا تأهلنا. وإن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله نوصل
لاحسن مكان نقدر نوصل له، لابعد نقطه ممكن نوصل لها. بس مهما حصل احنا فخورين بالمنتخب، لان احنا شايفين بعينينا الرجوله والاصرار. ده اللي محمد صلاح بيتكلم. لو انتوا فاكرين محمد صلاح في المؤتمر اللي خد فيه احسن لاعب في العالم، قال لك الفرق ما بيننا وما بينهم مش كبير، المستويات قريبه جدا، بس هي الفكره في المنتاليتي. منتخب اليد هو عنده المنتاليتي ان لا احنا نقدر نوصل، احنا نقدر نعمل. لازم كلنا نفكر بالطريقه دي، لازم كلنا نوصل للمنتاليتي دي عشان نقدر نطور من الكره المصريه، ونقدر نرجع تاني منتخب مصر اللي كان حرفيا بينيم افريقيا من المغرب. لازم نفكر كويس. واخيرا احب ان انا اكون وصلت لكم كل الاخبار اللي حصلت اليومين اللي فاتوا. يبقى الحلقه عجبتكم ان شاء الله. لو الحلقه عجبتكم فعلوا زر الجرس واعملوا لايك وسبسكرايب وشير وادعمونا، وان شاء الله يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته في حلقه جديده من هاتها في الشبكه.